خلاف قوي بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم أدى الكوارث في مسيرة عبد الحليم الفنية. طيب يا ترى إيه الحكاية؟ الحكاية بدأت في 1964 لما جمال عبد الناصر وباقي أعضاء مجلس قيادة الثورة قرروا يعملوا حفلة علشان يخلدوا فيها ثورة يوليو. فقرروا إن هم يجيبوا عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم يحيوا الحفلة، واتفقوا إن عبد الوهاب هيبدأ الحفلة وبعديه أم كلثوم، وفي الآخر خالص هيكون عبد الحليم حافظ. لكن الموضوع زعل عبد الحليم جداً، لكن في النهاية وافق. لما الكل كان مصمم بدأت الحفلة وعبد الوهاب خلص في ميعاده، لحد ما جه دور أم كلثوم اللي قعدت تغني طول الليل وخلصت في وقت متأخر جداً، الأمر اللي خلى عبد الحليم أول ما يطلع على المسرح يقول جملته الشهيرة: أم كلثوم وعبد الوهاب كانوا مصممين إني أغني في الموعد ده، مش عارف ده شرف ليا ولا مقلب. الأمر اللي أغضب أم كلثوم جداً وخلاها تتصرف معاه بشكل قاسي، لدرجة إن من تاني يوم على طول كده استخدمت نفوذها علشان تمنع تشغيل أغانيه من الإذاعة المصرية. وما تستهونش بالموضوع، لأن وقتها دي الطريقة الوحيدة أساساً علشان الناس تسمعك. يعني تخيل كده فنان يتم مسح كل أغانيه من على السوشيال ميديا، تقريباً كده انتهى. تسكت أم كلثوم لحد كده؟ لا، فضلت وراه لحد ما تم منع عبد الحليم من إنه يغني في حفلات الثورة لمدة 3 سنين، لحد ما الرئيس محمد أنور السادات قعد معاهم وحل الخلاف ده علشان يقوم عبد الحليم حافظ ويبوس إيد أم كلثوم ويعتذر لها. طب ما كان من الأول. ولحد هنا قصتنا خلصت. انتوا بقى قولوا لنا في التعليقات، هل اللي عملته أم كلثوم ده هو الصح وعبد الحليم اتعمد إهانتها علشان طولت، ولا هي ظلمت عبد الحليم وكانت قاسية عليه جدا، خصوصا إن كان لسه في بداياته وسنه صغير يعني طش شباب وقتها؟ مستنيين تعليقاتكم.